أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده عشان نكمل كلامنا على الكوليكشن داتا تايب. طبعا في الفيديو اللي فات كنت شرحت لكم هي الليست، والنهارده هنتكلم على السيت. أنا هنا اديت لكم مجموعة بيانات عبارة عن strings. البيانات ديت عبده سامي مجدي وأحمد. أنا أول حاجة عايز أعرفها إزاي أكتب السيت. طريقة كتابة السيت نفسها تعتبر نفسها زي كتابة الليست. أول حاجة بتكتب سيت، بعد كده ما بين أصغر من وأكبر من بتحدد البيانات اللي عايز تتخزن. فأنا عندي هنا أسماء يعني strings، يعني هكتب هنا إيه؟ هكتب string. بعد كده أحط اسم المتغير بتاعي، فأنا هسميه مثلا names بيساوي. هل هنا بقى يا شباب أحط البيانات في square bracket؟ قال لك لأ، الست بتحطها في curly brackets. فتعالى نحط curly bracket ونحط الأسماء بتاعتنا. أول قيمة عندنا كانت عبده، تاني قيمة كانت سامي، بعد كده مجدي، بعد كده أحمد. تعالى نعمل print للنيم names، بس أنا كاتبين هنا النيم غلط، هنصححها. برضه نصححها، نعمل برنت ليها. فزي ما انتوا شايفين طبعا البيانات. طيب الفيديو اللي فات يا شباب قلتلكوا هو ايه الفرق ما بين الليست والست. قلتلكوا لو انتوا عندكم مجموعة بيانات متكررة فانت في الأفضل إن انت تستخدم الليست. ليه؟ لأن الليست تسمح لي إن أنا أتعامل مع البيانات المتكررة ديت. وفي الست قلتلكوا إن هي مش بتقبل بيانات متكررة. يعني مش بتقبل بيانات مكررة، يعني هنا كان عندي عبده سامي مجدي أحمد، وجيت هنا وعملت كلمة عبده تاني. فأنا أول لما كتبت عبده اداني warning. ليه اداني warning؟ اداني warning لأن الست مبتقبلش إن يكون عندها قيم متساوية shouldn't be equal. طيب تعالى مثلا نعمل برنت للقيمة ديت. زي ما انتوا شايفين يا شباب لما أنا عملت برنت مطبعليش عبده. ليه مطبعليش عبده؟ لأن هي موجودة عندي هنا أصلا، فأنا ليه أحتاج إن أنا أطبعها تاني؟ فده شيء مميز في الست، إن هي مش بتقبل إن يكون عندها بيانات متكررة. طيب وأنا ممكن أحتاج ده في إيه؟ أقول لك تعالى أديك مثال. فأنا دلوقتي قلت لكم أنا عايز أعمل تطبيق بيعرفني إيه هي المواد الدراسية المفضلة عند الطلاب. فأول طالب مثلا كاتب إن هو بيحب العربي، بيحب العربي. تاني طالب كاتب إن هو بيحب الرياضة، الرياضة، الرياضة. تالت طالب كان كاتب إن هو بيحب مثلا علوم. تالت طالب كاتب إن هو بيحب برمجة. بعد كده في طالب بقى إجا تاني كتب إن هو بيحب العربي، وبعدين طالب تاني كتب إن هو بيحب العربي برضه. فأنا بقى يكون موجود عندي في التطبيق دوت عربي أكتر من مرة. أنا بس محتاج أعرف إيه هي المواد اللي الطلاب بيحبوها. فأنا اللي عايز يكون موجود عنده في التطبيق اسم المواد بس، مش عايز المواد دي تكون متكررة. فأحسن حاجة هنا إن إحنا نستخدم الست. ليه هنستخدم الست؟ لأن الست مش بتقبل إن يكون عندها بيانات متكررة. في المثال اللي عندنا هنا كان عندي مثلا هنا عبده متكرر مرتين، لما جيت عملت برنت للنيم شال القيمة اللي اسمها عبده. ليه شالها؟ لأن هي متكررة عندي. فده مثلا مثال على استخدام الست. طبعا بقى الست برضه زيها زي اللي في حاجات كتير، يعني مثلا عايز أعرف اللينس الموجود عندي. أنا هاجي أطلع مثلا اللينس أقول print name dot length length، وأجي أطبع الكلام الموجود عندي. فهنا طبع الأربعة. ليه طبع الأربعة؟ لأن هو شايل القيمة اللي اسمها عبده، فهنعد 1 2 3 4 فطبع الأربعة. ممكن برضه تستخدم إيه؟ تعمل add، تعمل remove، يعني نفس الحوارات اللي كنا عملناها في الليست. فمثلا أقول name dot add، عايز أضيف قيمة أحط مثلا كريم، وتعالى نعمل print للنيم، نعمل print للنيم. فزي ما انتوا شايفين ضاف لي كريم. طيب تعالى بقى نعمل مثلا remove names dot remove. عايز تمسح ايه؟ عايز أمسح مثلا عبد. تعالى نعمل print، بس تعالى نعمل print هنا الأول print النيمز. تمام. فزي ما انتوا شايفين مسح لي كلمة عبد. أقول لك برضه انت ممكن بقى تقعد تلعب في الست، يعني
أنت عايز تعرف معلومات عندك، تضيف بيانات، تعرف مهام ممكن تقوم بها إيه. أنا بس هنا بديك الفكرة، وبكده يكون الفيديو ده خلص. أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.